وفنيه، واخد بالك، وزي فيلم السبع تقلال كل سنه لازم مجلس اداره النادي الاهلي يعلم على جماهير نادي الزمالك ويعكنن عليهم وينكد عليهم في لعيب من احسن اللعيبه اللي بس هو يعني مجلس الاداره ما بيفكرش في الجمهور الزمالك ان هو يعني يبقى الموضوع كده. هو برضه بيفكر يا كابتن زي ما انت قلت كده الحاله الفنيه والجماهيريه لجماهيره. يعني امام وجوده هو بيبسط جماهير النادي الاهلي في لا الزمالك انا قصدي خالص يعني. بص، لا النادي الاهلي، بص النادي الاهلي واخدها فنيه وجماهيريه وسبع اقلام. فيلم السبع اقلام ده القلم مش عارف رقم 4 ولا 5. انت كل سنه زي ما بقول لك كده لازم يعكنن على جماهير الزمالك النادي الاهلي، ودي شطاره. انا دلوقتي عايز نادي يبقى احسن نادي، هاخد قلبك عشان ان انا نادي بتاعي يفضل في البطولات والمنافسه. ده غير كمان المعنويه اللي هي ايه، اللي هي احباط الجماهير هنا ومعنويات الجماهير هنا. فاروق يعني اولا هو لعيب كويس وهيفيد واضافه، دي ما اختلفناش عليها، واخد بالك. تاني حاجه ان من الناحيه المعنويه لا، ده مفيش مره النادي الاهلي بيحط ايده على حد الا لما بياخده. قال لك الاهلي بيحط ايده، حد الاهلي دخل كله مش حط ايده. يا زمالك اوعى تنام، خدنا الدوري وخدنا امام. وكمان ناس كتير قوي من الاهلاويه اللي مش عارفين يمسكوا عليها حاجه غير شويه تريقه او تنمر او شويه قصير. يعني هو ده عيبي عند البعض، او يا مطبلاتي او يا اللي بتقبض. وكأن اي واحد من اللي بيتكلموا وبيشوفوا يا عيني ما بيقبضش، يا عيني ما بيشتغلش عشان اسرته وعياله خالص. يا عيني لو شاف رئيس شركته واقف قدامه ما بيوقفش زي الالف، حاضر تحت امرك يا فندم، لكن بيشوف غيره مطبلاتي، بيشوف غيره لو بيشتغل قبيض. هسألكوا سؤال، هو اللعيبه اللي بتلعب في الزمالك دي او بتلعب في الاهلي دي وبتيجي تقعد وتتنك وتتشرط وعايزه فلوس، هو ده الانتماء؟ وبعد كده ارجع ابوس الفانيلا، بوس الفانيلا بس انا عايز 12 مليون، ابوس الفانيلا 15 مليون، ده اللي بيحصل؟ اعصابك يا اكسلان، ده كل ده ولسه امام ما لعبش ولا ماتش مع الاهلي. ده لو لعب ماتش اهلي الزمالك وحط جول ناس زي كده انفجار في البواسير. على الهادي يا زبادي.